شكري القداح، أستاذ موسيقى بالمعهد الثانوية، وأستاذ بالكونسرفاتوار، وعازف ناي محترف. وعندي توا 5 سنوات أو 6 سنوات وليت معناها دخلت في صناعة آلة الناي. أنا نصنع الناي، آلة الناي المعروفة المتعارف عليها بجميع أنواعها. معناها يعني الطاقم تعرفوا عازف الناي يستحق، ما يستحقش الناي بركة، يستحق طاقم نايات لاختلاف الطبقات الصوتية. وبطبيعة الحال نصنع آلة الكولة. آلة الكولة هذه اللي نشوفوها معناها هي يعني مختلفة الأحجام أيضا. فما من معناها من الطبقة الناتوريل إلى الطبقات الصغيرة اللي معناها كيما هكا. صحيح. هذه يعني النواة، القرار، الجواب بليتو، جواب النواة. هذا هو. ونصنع بطبيعة الحال. عندي محاولات معناها اطلعت على كيفية صناعة آلة الناي في سوريا، في العراق، في لبنان، في مصر، وبطبيعة الحال في تونس. وقاعد معناها ديما نبحث الصعوبات شنية. أبار لأنه ما تعرفوا فما مقاس لازم يكون صحيح باش تخرج الثقب تكون متطابقة لما هو موجود في السلم الموسيقي العالمي، باش ينجم يتمكن عازف الناي من مرافقة الأوركستر باش يعزف. سينو إلا كان تبدا الدرجات غير معناها الدرجات مش صحيحة ما نجمش. بقى أنا تو في مرحلة أنا فما بعض التقنيات في الصناعة، مثلا فما بعض الصعوبات مثلا في الجواب، كيفاش نجموا نتغلبوا عليها. ساعات عازف الناي ما نسمعوش يعزف الجواب. دونك هذوك اللي قاعد أنا نبحث فيهم، وقاعد معناها قايم ببحوث. وهذا فرصة زاد بالنسبة للمعرض هذا، فرصة معناها حتى تتمكن من تلاقح الأفكار بين مختلف يعني الشعوب. تشوف هنا فما أخوة من فلسطين، فما من سوريا، فما من إيران، فما من تركيا، معناها الصناعيين نجموا معناها نفيدوا بعضنا بالأفكار. وهذا هو اللي قاعد يصير. قصب بطبيعة الحال تونس فيها برشا قصب، ولكن القصب اللي نخرجوا منه الآلات الموسيقية، الآلات الهوائية الناي والكولة قليل برشا. قليل. معناها أنت تو مثلا تنجم تجيني المكان يعني طوله 100 متر وعرضه 20 متر كله قصب. نجم نطلع منه قصبة 2 4 5 ماكسيموم. يعني على مش بالنسبة مئوية، نسبة في الألف باش نلقاو القصبة، لأنه فما القصبة ما يسمى القصبة الأنثى والقصبة الذكر. احنا اللي ساعدنا باش نخرجوا منه الناي هو القصبة الأنثى. نزيد نقول لك حاجة، الخاصية نتاع القصبة الأنثى أنه العقد يكونوا قراب لبعضهم، بينما القصب الذكر تلقى بين العقدة والعقدة فما 20 سنتي 25 سنتي. القصبة الأنثى يلزم من 15 سنتي 10 سنتي 5 سنتي. هذا هو عازف الناي، صانع الناي. بالنسبة لي أنا نحكي على روحي، أنا يلزمني بعد ما نصنع الناي نشوف يعزف ولا ما يعزفش. كان عزف يرى النور ويخرج، إذا كان ما يعزفش ندفنه. عندي مقبرة متاع نايات وحدي نحطهم معايا في الدار، فهمتني؟ دونك وإذا كان واحد باش يحب يتعلم العزف بطبيعة الحال ياخذ من مستحسن ياخذ ناي دوكا أو بوسلك، وخاصة البوسلك هو متوسط الحجم. معنى ذلك أسهل في البداية. فوالا معناها هذا البوسلك وهذا الناي الدوكا. شوف الفرق ما بيناتهم. دونك هو يساعد في النفخة أكثر. صحيح. بالنسبة للمبتدئ وما نجموش نعطيوه الناي قصير لأنه باش يولي يغلطوا في نوعية الهواء اللي خارج. دونك ياخذ الناي أحسن المنصوح به هو ناي البوسلك، ثم بعد يعني نمروا للدوكا. الدوكا هذه خشينة برشا. الدوكا هذه معناها غليظة. دونك هنا الناي وقت اللي تكون فيه يعني غليظ شوية راهو يتعب في النفخ، يلزموا نفس قوي، يلزم واحد عنده نفس باهي يقول واحد، فهمتني؟ والناي المعتدل هو هذا. معناها كي نجيو احنا نشوفوا وقت اللي نكيلوا الديامتر نتاعو تقريب، معناها نشوفوا نلقاو معناها 16 ملم 17 ملم. هذا المعمول مثلا هذا نلقاو يوصل معناها 20 ملم. دونك ما نفوتوش الى 20.
والاحسن يكون 17 18. الصوت ارخم ولكن يتعب معناها خير الحاجات الامور المعتدله. ما يكونش 12 ملم يولي زفاره شويه، وما يكونش زاد 22 و23. انا عندي نايات مخليه للجو. انا عامل 25 ملم كي نعزف به معناها يلزمني بحذايا كيما نقولوا طاقه اخرى نتاع هواء تعاوني باش نجم كومبريسور. فوالا هذا انا عملته زاد للجو. هذا قرار الجهر كاه. هذا يلزم واحد جوار نتاع باسكيت الكبار العمالقه باش ينشفوا يعزفوا به، خاطر فيه اغزل. احنا نجموا لهنا نسد ولكن الثقب بالخلف ما نخلطلوش. فهمت؟ عزفنا به وعملنا معناها عملنا محاولات انا وزملائي في الناي، اما بزوز نعزف. واحد يسد الريجستر اللوطاني، واحد يشد الريجستر الفوقاني، وعملنا به بوز. هذا عملت به البوز. يعطيك الصحة سيدي. عايشك، مرحبا بك.